النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر الفلاحي على أصوله. هقول لكم ازاي يطلع معاكم مفلفل والوش كريمي وواخد لون ذهبي يجنن. يلا بينا نشوف السر. يا ريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. أول حاجة جبت صينية بتاعتي على النار، هنزل عليها بلتر من الحليب، هشيل منه مج إلا ربع على جنب وهقول لكم هنستخدمه امتى. هنزل عليه بمجين من المية، هقلبهم كده مع بعض تقليبة خفيفة واسيب الحليب بقى يغلي معايا. اول ما يغلي معايا بالشكل ده هبدأ بقى انزل عليه بنص كيلو من الرز. انا غسلته كويس جدا وصفيته. هقلب الرز ده كويس جدا وهسيبه بقى يستوي على نار هادية. اول ما يستوي معايا 3/4 سوا بالشكل ده هبدأ بقى انزل عليه ب400 جرام من السكر. لو مفيش ميزان ممكن نعاير بالمج يبقى مجين من السكر. هقلب بقى السكر كده كويس جدا لحد ما يدوب معايا. شايفين شكله عامل ازاي؟ هبدأ بقى انزل عليه ب100 جرام من الزبدة الفلاحي. هقلب بقى الزبدة دي كويس جدا لحد ما تدوب معايا خالص. شايفين برضو شكله عامل ازاي اول ما حطيت الزبدة؟ هنزل بقى عليه بالمج الا ربع من الحليب اللي انا ركنته على جنب. وهنا ده السر بتاعنا بقى. السر بتاعنا هنا الحليب مع السكر مع الزبدة، هما دول اللي بيعملوا الوش الكريمي. هنقلها بقى في صينية تانية. لو انتوا حابين تسووها في نفس الصينية مفيش مشكلة، لو حابين تنقلوها في صينية تانية مفيش مشكلة برضو. وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هحط السلكة فوق الصاجة وبعدين هتقعد في الفرن نص ساعة وبعد كده شغل عليها الشواية. وده كده شكلها بعد ما استوت معايا. تجنن، مش عايزة اقول لكم ريحتها يعني قلبت البيت كله. تحفة، الوش بتاعها كريمي جدا وهي برضو مفلفلة معايا. انا سبتها كده تهدى ربع ساعة وبعدين هقطعها معاكم. لو انتوا طبعا مش حابين تقطعوه بالشكل دوت عادي، يعني كل واحد بيقطعه حسب ما هو عايز يعني. يلا بقى كده ندوق مع بعض. شايفين الرز مفلفل ازاي؟